السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وخبر جديد على قناتكم شوف أشطاري. ما تنسونيش أخوتي دائما من اللايك والتعليق بخصوص الموضوع خروج خديجة بواحد ستوري اللي جد مؤلم على الحالة اللي وصل لها الزوج ديالها، الحالة جد مزرية. فخديجة قالت أنه وصل للنهاية صافي. فخليكم معي حتى الأخير وغادي تسمعوا هاد الستوري هذا وشنو نزلت خديجة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وعلى الصفحة ديالها الرسمية. فإخواني أخواتي، بعد ما استقرت الحالة الصحية ديال هشام واللي كل شيء فرح ليه، كل شيء دعا معاه أن الله يكمل عليه بالخير، ويعني كل شيء فرح ليه بعد ما استقرت الحالة الصحية ديالو وغادي يكمل العلاج ديالو. راكم عارفين، ديجا حطيت لكم الفيديوهات واللي بعد ما أول حصة ديال الشيميو وقعوا لهشام بزاف ديال المضاعفات، ارتفاع درجات الحرارة، طونسيون نزل لدرجة أن الأطباء قالوا له إلا بقى لهاد الحالة فلربما غادي يهبطوا للعناية المركزة اللي هي الإنعاش. فنزلت ستوري آخر خديجة واللي كتطمن المتابعين ديالها بأنه ما بقاوش الأطباء غادي يهبطوه للعناية المركزة لأنه صافي استقرت الحالة الصحية ديالو. فخديجة كل مرة شنو كتقول، والحالة الصحية ديال هشام كل مرة واش، مرة مزيان، مرة عيان، مرة كل مرة واشنا. فالله يحسن عونها. الصراحة هادشي ماشي سهل اللي كتمر به خديجة. فهي على أعصابها كل مرة كتفرح، مرة كتحزن، مرة كل مرة وأشنو. فهي براسها مريضة إخواني أخواتي، فماشي سهل عليها أنك تشوف شي واحد عزيز عليك أنه كيمر بهاد الحالات هذه. فالحمد لله على كل حال، وربي غادي يجازيها على هادشي اللي كديرو في حق الزوج ديالها أكيد. فخديجة نزلت في الفجر واحد ستوري اللي جد حزين واللي كتوصف فيه الحالة المزرية اللي وصل لها الزوج ديالها هشام. فقالت خديجة في واحد ستوري: لقد بدأ شعري بالتساقط، عيناي لم أعد أرى بهما جيدا، جسدي أصبح منهكا جدا، يبدو لي أنها نهاية عجوز في سن العشرينات. فكما سمعتوا إخواني أخواتي، كما قالت خديجة أنها النهاية. ف للأسف يعني ما كنبغيوش أن يعني شي واحد خصوصا هشام أنه كنعتبروه بحال واحد منا، بحال واحد الأخ ديالنا، شي واحد كنعرفوه أشد المعرفة، كلشي كيبغيه. لا مغاربة داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن، كلشي متبع الحالة الصحية ديال هشام، كلشي كيدعي معاه من القلب ديالو. الله يدير ليه مشي تاويل ديال خير، هادشي اللي كنقولوا. الله يشافيه ويعافيه وتستقر الحاله ديالو مره اخرى ونشوفه واقف على رجليه يا ربي ويتشافى من هذا المرض هذا الخبيث، هذا المرض هذا اللي صعيب وصعيب بزاف. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي اللي غادي نقوله. ودعيوا مع اخواني اخواتي، ما تنساوش من الدعاء ديالكم في كل وقت، في صلاتكم، في يعني في اي وقت. دعيوا مع الاخ هشام وجميع، ماشي غير الاخ هشام ولكن مع جميع المرضى. الله يشفيهم يا ربي ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. هذا أحبائي كنكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، في انتظار أخبار جديدة وحصرية على قناتكم شوف أشطاري. فدعمونا دائما من اللايك والبارتاج ديال الفيديو باش دائما توصلوا أحبائي بما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.